السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها الحماية المدنية والنصائح التي تقدمها، لكن للأسف لازلنا نسجل وفيات عدة بالعشرات فقط لمدة شهر واحد في مختلف الولايات، وفي لأسباب أيضا متعددة، لكن القاتل واحد وهو غاز أحادي أكسيد الكربون. رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها الحماية المدنية، 5 وفيات من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون على الساعة 2 زوالا بحي 5 جويلية 1962 بلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط من أجل تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة. خلف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة. فإلى متى هذا الاستهتار؟ هذا الاستهتار سيكلفك حياتك. لا للغلق العشوائي لمنافذ التهوية، التأكد من سلامة قنوات تصريف الغاز، يجب ربط المدفأة وسخان الماء بقناة صرف الغازات المحترقة، ممنوع منعا باتا وضع سخان الماء في الحمام. التزموا بهذه النصائح، بالإضافة أنه لازم تخلوا مكان للتهوية، مثلا فتحوا نافذة المطبخ أو البالكون. يعني احنا ما قلناش انكم تفتحوا النافذة فتح كامل، ولكن خلوا يعني شفة من فجوة هكا يخرج منها الغاز منبعث. في حالة تسرب الغاز الدنيا تتنفس ويكون عنده منفذ، ماشي تغلقوا كلش وتخلوا الغاز حتى يصير لكم تسمم من أعراض تسمم بالغاز. يعني الواحد اللي يشوف روحه بدت هذه فيها الأعراض يتصل بالحماية المدنية، أو وأيضا يفتح النوافذ يهوي الحالة، وبالإضافة يخرج أفراد العائلة. إذا لقيتوا عندكم غثيان، صداع في الرأس مثلا، دوخة، شميتوا رائحة، مع أنه هذا القاتل الصامت لما سمي بالقاتل الصامت لأنه لا رائحة ولا لون له، لكن في بعض المرات نشموا شوي غاز منبعث. إذا شككتوا أنه كاين تسرب، افتحوا النوافذ، يعني مش كلش تغلقوه، ومع ذيك الغاز راح يكون تسمم هنا. أيضا بالإضافة إلى بالنسبة لقنوات صرف الغاز، كان مثلا اللي يسكنوا في العمارات يتأكدوا من أنه قنوات صرف الغاز ما فيهاش أحشاش الطيور، ما فيهاش. يعني صراحة عجبتني مبادرة قاموا بها الحماية المدنية والأعوان اليوم، شفتهم أنه في العمارات طلعوا فوق السطوح ونقاو وشافوا تأكدوا أنه جميع منافذ تصريف الغاز ما فيهاش أحشاش طيور، ما فيها حتى حاجة تعيق عملية خروج الغاز. يعني مبادرة مليحة، لكن حتى نحن يجب أن نقوم بمبادرة أخرى، وهي أنه إذا نخلوا أماكن التهوية راقبوا الغاز. يعني مشي كان شي تصرفات، مثلا حاطين سخان الماء في الحمام، تصيب أنه مدفأة مخرج تاع الغاز تاعها قنوات خروج الغاز وهو سام، غاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنزل، يعني ما يروحش برا، يبقى داخل المنزل، ولا تحطوا مدشي داير له ثقبة، يعني منطقيا ما يتقبلهاش العقل. ايضا الطابونات اللي يقعدوا يتسخنوا على الطابونات، راك تسخن داير بها والغاز هذاك السام راه يجي عندك، ايضا هذاك يغمك. يعني كان بزاف اجراءات يجب حنا نتخذها، لانه بصراحة لوحظ وجود عدة وفيات على مستوى الوطني. وفاة ذيك النهار برك عائلة من الكاليتوس متكونة من 6 أفراد، اليوم 5 أفراد، اللي قبلها ثاني فرد ولا 2. يعني أغلب الحوادث الآن صارت بالغاز، خاصة هذا العام. يعني ما السبب؟ يعني الواحد لازم يشوف يدير إجراءات باش ما تصناش الكوارث هذه. وفي الأخير نقولكم اللي عجبوا الفيديو ما ينساش جمع الفيديو. أما المشتركين جدد نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وشكرا.